أثارت تجاوزات جماهير منتخب أسبانيا ردود فعل واسعة في الصحافة الأسبانية في ليلة كان يفترض أن تكون احتفالية كروية، لكنها تحولت إلى مشهد مثير للجدل أثار موجة استنكار واسعة داخل أسبانيا. وأطلقت مجموعة من المشجعين هتافات عنصرية معادية للإسلام، ما أثار استنكار واسع. وأظهر الوجه السلبي لعدد من الجماهير الذين لم يحترموا الروح الرياضية للمباراة الودية التي جمعت بين منتخب مصر وأسبانيا على ملعب RCDI بمدينة برشلونة، والتي انتهت بالتعادل السلبي ضمن تحضيرات المنتخبين للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026. صحيفة موندو ديبورتيفو لم تتردد في توجيه انتقاد لاذع للجماهير التي حضرت المباراة، معتبرة أن العنصرية ما زالت تلوث الرياضة في القرن 21، مشيرا إلى أن مئات قليلة من الجماهير شوهت أجواء المباراة الودية بهتافات معادية للمسلمين، بينما وصفت ما حدث بأنه أكثر سوء في ظل وجود لاعب مثل لامين يامال الذي يعد أبرز وجوه المنتخب الأسباني وهو مسلم الديانة. ورصدت الصحيفة ترديد هتافات مثل لعب كل من لا يقفز فهو مسلم، قبل أن تتكرر العبارات المسيئة لاحقا، ما دفع إدارة الملعب إلى التدخل عبر مكبرات الصوت للمطالبة بوقف هذه السلوكيات غير المقبولة. ومن جانبها وصفت صحيفة ما حدث في مباراة مصر وأسبانيا بالعار، مؤكدة أن ما جرى يعد انتهاكا صريحا للتشريعات التي تجرم العنصرية والكراهية في الملاعب. وأشارت إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ينتظر تقرير الحكم لحسم موقفه، وسط توقعات بفرض عقوبات قد تصل إلى غرامات مالية أو حتى إغلاق الملعب بسبب أحداث المباراة التي شهدت تعادل باهت للمنتخب الأسباني. أما صحيفة ماركا فركزت على أن الحفلة أفسدت، مستعرضة سلسلة من السلوكيات السلبية التي بدأت باستهجان الحارس خوان جارسيا، مرورا بانتقادات طالت المدرب، ووصولا إلى صافرات الاستهجان خلال النشيد الوطني المصري، قبل أن تبلغ الذروة بهتافات عنصرية ضد المسلمين. ووصفت ذلك بأنه أمر مؤسف وغير مقبول بأي شكل. كما أوضحت الصحيفة أن دفاع منتخب مصر كان منظما للغاية، ونجح في إبطال مفعول العديد من الهجمات الأسبانية. في المقابل رأت صحيفة سبورت أن الضجة لم تكن مرتبطة فقط بالنتيجة، بل بما رافقها من أحداث مثيرة، إلى أن التعادل أمام مصر جاء في المباراة كان المنتخب الأسباني يستحق فيها الفوز، لكنها تلطخت بهتافات وشتائم عنصرية استمرت لدقائق. ومن جانبه علق لويس دي لافونتي المدير الفني لمنتخب أسبانيا على اللحظات المخزية التي شهدتها المباراة التي أقيمت أمام المنتخب المصري، حيث أفسدت بعض الجماهير أجواء الاحتفال بكرة القدم. وقال المدير الفني لمنتخب أسبانيا في تصريحاته بعد المباراة: يجب التأكيد التام على رفض الهتافات المخزية التي صدرت من بعض الجماهير في مباراة مصر. ما حدث من هتافات عنصرية أمر غير مقبول تماما. وأشار ديليفونتي إلى أنه تم التعامل بشكل سريع وجيد من خلال المنظمين في الملعب عقب ظهور هذه الهتافات عبر التحذيرات التي أطلقتها بشكل فوري، لافتا إلى أن معظم الجماهير رفضت هذه السلوكيات في المدرجات أيضا. وأنهى المدير الفني حديثه قائلا: هناك من يستغل لعبة كرة القدم لمثل هذه التصرفات السيئة، والتي يجب الوقوف ضدها للاستمتاع بكرة القدم. العنف لا ينتمي إلى هذه اللعبة نهائيا، ولا مكان
لهؤلاء في المجتمع.